تعرف ايه عن مستشفى 57 غير ان هي مستشفى دايما بتعمل اعلانات عن جمع تبرعات لعلاج الاطفال المصابة بالكانسر. ما تعرفش اكتر من كده؟ في ديبيت عليها، يا ترى المستشفى دي فعلا بتوصل كل التبرعات للاطفال ولا لا؟ ويا ترى التبرعات دي بيدفعوها سالاريز للدكاترة وبيسفروهم ويعالجوهم ويعلموهم بره على حساب الناس اللي بتتبرع ولا لا؟ والديبيت اللي حاصل، هل المستشفى فعلا بتقبل كل الأطفال المصابة بالكانسر ولا لأ؟ كان في ناس بتقول المستشفى بتقبل الحالات اللي سهل علاجها، لكن الحالات الميؤوس منها ما بتتقبلش. أنا بقى هصلح لكم المفاهيم دي، بما إني نزلت تدريب في مستشفى 57 وشفت الموضوع بعناية، ما سمعتوش من بره. مستشفى 57 هي من أكبر المستشفيات في مصر وفي الشرق الأوسط اللي بتعالج سرطان الأطفال وبالمجان. المستشفى فيها أجهزة عالية الدقة، المستشفى فيها كوادر طبية مش طبيعية، دكاترة كواليفايد فعلا، وكل التارجت بتاعهم ان هم ينقذوا روح كل طفل مصاب بالكانسر على حساب بيتهم ومجهودهم وكل حاجة، وما بيقبضوش سالاريز عالية زي ما انتم متخيلين. احنا كدكاترة عندنا ان احنا نشتغل في 57 وناخد الثواب بتاع ان احنا ننقذ اطفال. الطفل ده ممكن يكون ابنك او اخوك او اي حد من عيلتك في يوم من الايام، احسن 1000 مرة من الفلوس. انا ما بشتغلش فيها، انا نزلت تدريب كام يوم فيها اتعلمت كويس قوي، وشفت ناس جايه من بره بتتعلم على ايد دكاترتنا. شفت المستشفى فيها ايه؟ المستشفى مش بس هي مستشفى، هي organization. هي فيها كل حاجة، فيها مدرسة لتعليم الأطفال من سن الكي جي لحد تالتة ثانوي، عشان الطفل المصاب بالكانسر ده لما يطلع مفكرتش هيعمل ايه لما قضى عمره في المستشفى وما تعلمش. هما بيعلموه جوه. وعلى فكرة طلع من الأطفال دي دكاترة حاسة بألم كل طفل مصاب بالكانسر، واشتغلت في المستشفى عشان تعالج الأطفال المصابة بالكانسر اللي هم حاسين بوجعهم. المستشفى لسه داخل لها أكبر جهاز سايبر نايف، تمنه معدي ال7 مليون دولار، بيعتمد على ال AI، وعبارة عن إن هو أشعة بتحدد وعالية الدقة علشان تعالج الأنسجة المصابة بالورم من غير ما تأثر على الأنسجة السليمة. مستشفى فخر لمصر، مستشفى قايمة على علاج الأطفال بالمجان، ما بياخدوش منهم جنيه. المستشفى فيها جوه زي متحف، أنا انبهرت لما شفته. علاج بالنحت، وبيعلموا كمان الأطفال الرسم والنحت والميوزك، وكمان الأمهات اللي جوه بيعالجوهم. وفيها عيادات كتير علشان الطفل اللي هو عنده كانسر أو عنده مشاكل في الأوبسالميك، يعني رمد، لو البنت عندها مشاكل أو كبرت وعايزة دكتورة نسا. فيها كل التخصصات، وفيها زراعات النخاع جوه. فيها حاجات فعلا فخر لمصر. الدكاترة جوه فعلا بتتعلم احسن تعليم. بياخدوا جزء من التبرعات دي عشان يسفروا الدكاترة ويعلموهم علشان يجوا يعالجوا الناس الاطفال المريضة بالكانسر، وبذلك بيقللوا نسبة الفشل وبيعلوا من نسبة النجاح جدا. عشان كده هم دكاترة فعلا متخصصة، اطباء بشري واطباء صيادله. هي رائده مجال الصيدله الاكلينيكيه في مصر، طلعت افضل صيادله اكلينيكي في مصر، بيتخطفوا بره، والناس بره بتعرض عليهم مبالغ كبيره عشان يجوا يسافروا ويشتغلوا بره وهم بيرفضوا. هم عايزين يشتغلوا في بلدهم. في مستشفى 57 يعالجوا الاطفال المريضه بالكانسر، الأطفال اللي هي اتولدت وعندها مشاكل وأورام ومعاشتش طفولتها. مين فينا يقدر يشوف طفل مريض بالكانسر وشعره واقع وحالته صعبة وضعيف بسبب الكيماوي، بسبب ال الأدوية اللي بياخدها والإشاعات؟ مين يقدر يشوف المنظر ده وما يتعاطفش معاه؟ فما بالك الدكاترة اللي شغالة في المستشفى جوه، سواء كانوا دكاترة بشري أو صيادلة أو نيرس. كل الهيلث كير اللي في المستشفى فعلا يستحقوا الشكر، ومستشفى تستحق الشكر على اللي بتعمله، على المجهود الجبار. كل حاجة جوه بدقة، كل حاجة جوه محسوبة، الجرعات محسوبة بالملي، مفيش غلطة. دخلت المعامل ودخلت الصيدليات ودخلت العيادات،
شفت كل حاجة، كأن البشر اللي جوه هم روبوتس، هم شغالين ما بياخدوش بريك. يعني الشفت بتاعهم كامل شغل، مفيش اي وقت للهزار ولا الضحك. بيشتغلوا وبيتعرضوا للخطر وهما بيحضروا أدوية الكيماوي، ورغم من كده شغالين ومبسوطين ومحتسبين أجرهم عند الله. مستشفى 57 تستحق الدعم. مستشفى 57 تستحق كل جنيه هتدفعه تبرع، يبقى مستشفى 57 هي اللي تستحقه، عشان ننقذ الأطفال المصابة بالكانسر اللي نسبتها بقت عالية، وعشان فعلا المستشفى كل جنيه احنا بنحطه بيتحط في مكانه الصح. شكرا. شكرا مستشفى 57.